أصدقاء القناة، مرحبا بكم. ارتفاع حصيلة حادثة التسمم بمشروبات الكحولية إلى 4 وفيات و45 إصابة. إذا ولأكثر تفاصيل، ارتفعت حصيلة وفيات حالات التسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع تحمل مواد سامة بمنطقة القصبة من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين إلى 4 وفيات، بتسجيل حالتي وفاة جديدة، أحداها لمصاب تم نقله إلى العاصمة، ومصاب آخر توفي بالمستشفى الجهوي بتطاوين. فيما ارتفعت حالات الإنعاش إلى 11 حالة موزعة بين 5 حالات بالمستشفى الجامعي بمدنين و4 حالات بمركز المساعدة الطبية بالعاصمة، وحالة وحيدة بالمستشفى الجهوي بجرجيس، وأخرى بمستشفى تطاوين وفق المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق. أضاف مرزوق في تصريح لصحيفة وات أن عدة حالات ما زالت تحت المراقبة الطبية، مع استقبال حالات جديدة منذ البارحة وحتى هذا اليوم بالمستشفى المحلي بسيدي مخلوف، وتتواصل عملية نقلها إلى مؤسسات صحية أخرى، مبينا أن إجمالي عدد الإصابات التي تعرضت إلى حالة التسمم وصل إلى 45 حالة، دون اعتبار حالات وفدت إلى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف وغادرت بمحض إرادتها، رغم أن كل حالة تستوجب البقاء تحت المراقبة 48 ساعة على الأقل وفق توضيحه. وتواصل خلية الأزمة التي تشكلت للغرض انعقادها لمتابعة الوضعية وتنسيق عمليات نقل المصابين بين مستشفيات الجهة وتونس العاصمة. وفي مسار الحادث الأمني والقضائي، أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوس صحيفة وات بأنه تم إلقاء القبض على عنصر ثان في علاقة بعملية تزويد هذه المادة الكحولية السامة، باعتباره قام بنقلها، وجاري البحث عن عنصر ثالث هو المزود رقم 1 بعد أن تم إلقاء القبض على المزود المباشر وهو صاحب سوابق عدلية وغادر السجن المدني. وأضاف ذات المصدر أن فريقا مرفوقا بأعوان من الحماية المدنية تحول إلى مكان إلقاء أوعية المشروبات الكحولية لمحاولة العثور على بقايا من المادة من أجل إخضاعها للتحليل بغاية الكشف عن مكوناتها.